يا بنات، معاكم لولو من قناة لولو لايف ستايل. والنهاردة جاية اوريكم حاجة انا بعملها. المشابك اللي بتبقى في البلكونة وبنبقى محتارين دايما ان احنا هنحطها في ايه. تعالوا معايا هوريكم طريقة ان انتوا تعملوا بيها شنطة او حاجة تحط فيها المشابك باي شرب عندك انتي مش عايزاه. تابعوا معايا. بصوا يا بنات، ده اشارب اللي هي الطرحه اللي هي كان بتبقى مربعه دي اللي كنا بنعمل بيها الاسبانيش. انا خلاص مش عايزاه يعني، قديم عندي. بجيبه بعمله ايه، بتنيه مثلث. اوكي اهو بالشكل ده. عندي هنا هواليه اللي هما الشراشيب دول. انا بجيب الاتنين دول واربطهم كده في بعض. اهو بتأكد كويس قوي ان هما مربوطين كويس قوي. والطرفين التانيين دول بجيب كل واحد برضو الاتنين يعني الاتنين اهم. بجيبهم من بصوا اهم، دول اللي مربوطين ودول اللي هما اللي مش مربوطين. بجيبهم وبروح عامله ايه، بجيب الحاجه اللي الاتنين اللي ربطتهم مع بعض واجيب دي واروح لفاهم عليه. اعمل لهم عقده عاديه خالص. ايه بالشكل ده. والتانية برضو بروح جايباها وبلفها برضو حواليهم بنفس الشكل ده. عقدة عادية خالص خالص يعني مفيهاش اي ابداع. بس وهي عندي بصوا بتبقى بالمنظر ده. اوكي انت بتجيبيهم بقى كده كل اتنين مع بعض، فبتبقى اصلا اوريدي شبه الشنطة العادية. بتحطيها بقى في البلكونة وبتعلقي فيها الحاجة. هوريكم بقى بعد ما نحط فيها المشابك يبقى شكلها ايه. تعالوا معايا البلكونة. ادي شكلها اهي وهي متعلقة، شايفينها؟ هبعد لكم شوية. ادي شكلها اهو وهي فيها مشابك تحت اهي. اولا بتحافظ على المشابك من التراب، مبيجيش فيها تراب، فلما بتحطيها في الغسيل ممكن ما بتسيبش اثار على الغسيل. وشكلها حلو. بختار انا لون القشار بيكون ماشي مع انا عندي في البلكونه حاطه كراسي وحاجات بني كده فماشي معاها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، ومستنياكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.